بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444، هذا الشهر العظيم الذي هو نعمة من الله ومنه. فرض الله عز وجل صيامه على المؤمنين لأجل أن يرفع درجاتهم ويغفر ذنوبهم ويعلي مثوبتهم، فكان نعمة من الله سبحانه وتعالى. من بلغ هذا الشهر فقد ظفر بنعمة كبيرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بهذا الشهر الكريم ويحثهم على صيامه وقيامه احتسابا عند الله عز وجل. مشاهدي الأكارم، أكبر نعمة من نعم الله عز وجل بعد الإسلام أن يوفقك لحسن عبادته، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أو معاذ بن جبل، أحدهما نسيت، قال له: إني يا معاذ أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن بلغ هذا الشهر فقد ظفر بنعمة عظيمة، والنعم تستوجب الشكر، النعم تستوجب الشكر، وأركانها ثلاثة. الركن الأول أن تعتقد أنها من الله سبحانه وتعالى، فقد أبقاك الله عز وجل وبلغك شهر رمضان المبارك، فهو أنعم عليك هذه النعمة، يريد بك خيرا، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كانت هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى واعتقدتها في قلبك أنها من الله وليست من أحد، وأنها أيضا لم تأتي صدفة، وإنما كانت بقدر الله عز وجل وبعلم منه وإذن، فإذا أنت تأملت في من كان قبلك من إخوانك الذين أصابهم الزلزال وماتوا لأكثر من 40,000 شخص، والذين أيضا قضوا وماتوا بأسباب مختلفة، سواء كان بحوادث أو بأمراض، ولم ينعموا بلوغ شهر رمضان، وأنت أنعم الله عليك هذا البلوغ، فهذه نعمة خاصة من الله لك. قال تعالى: يختص برحمته من يشاء. لذلك وجب عليك الشكر، أن تعتقد أن هذه نعمة وفرصة كبيرة أعطاك الله إياها، فعليك أن تشكره سبحانه وتعالى. وأول مراتب الشكر أن تعتقد أنها منه، أن تعتقد أنها منه. فإذا علمت أن النعمة من الله فهذه أول مرتبة من مراتب الشكر. قال الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وهنا نعمة جاءت في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم، هي تفيد العموم. ومن هنا هذا الاعتقاد أن هذه نعمة يعني توجب لك الشعور بالحرص عليها، والشعور باغتنام لحظاتها وساعاتها، بل ثوانيها، تغتنم هذه اللحظات. الإشكال أين إخواني؟ الإشكال أن الإنسان حينما يكون في غفلة ولا يعلم أن هذه نعمة من الله، أو أن هذه النعمة ثمينة، لا يحرص على المحافظة عليها أو القيام بواجبه تجاهها،
فلذلك يفوت على نفسه الخير الكثير. فحينما تعلم أن هذه النعمة التي بين يديك هي غالية، أنت ستحرص عليها. وهذا معروف بطبيعة الحال، أن الإنسان إذا قدمت له أي نعمة من النعم وعرف مكانتها وعرف ثمنها فإنه يحافظ عليها. الصوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. انظروا إلى درجة الصيام، ولأنها نعمة كبيرة يعني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم لي وأنا أجزي به. فإذا كان الله عز وجل يضيف الصيام إلى نفسه ويقول: الصوم لي وأنا أجزي به، معناه أن هذا الصوم مرتبته عند الله عالية جدا، وميزانه عند الله ثقيل جدا. فإذا هو بهذه المرتبة أيضا هو نعمة، حينما يعينك الله على الصيام. أولا يبلغك رمضان، ثم يعينك على الصيام، فلا شك أنه يريد بك خيرا. إذن هذه نعمة تستحق أنك أنت تقدرها، أن الله عز وجل أبقاك إلى هذه اللحظة لتنال من الأجر والثواب. عليك أن تقدر هذا الصوم وتحافظ عليه حتى تقدمه إلى ربك بأفضل صورة وأحسن هيئة. أيضا الصيام يسمونه العلماء الصبر، يفسر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فسر الصبر هنا بالصيام في ابن كثير وغيره. فإذا كان الصيام هو الصبر، هو شهر الصبر، أنت تصبر عن الطعام والشراب والنكاح، وهذه ملذات الدنيا التي جبل الإنسان عليها. ملذات الدنيا الطعام والشراب والنكاح، فتتركها من أجل ملذة كبرى وهي مرضاة الله عز وجل، وهذا يتطلب إلى الصبر. فلما كان الصيام صبر، قال الله عز وجل في الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه أعظم آية في بيان عظمة الصبر ومكانته. فالصابرون أجرهم عند الله ليس له حساب. ما معنى ليس له حساب؟ أي أنه مفتوح، لا يعلم قدره إلا الله. ربما الصلاة يعني قدرها عظيم عند الله، لكن درجتها وثوابها معروف. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الفرد في جماعة أفضل من صلاته في بيته ب27 درجة، وهذا يدل على أن هذه الصلاة أجرها محدود ومعروف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ب27 درجة. الله أعلم مثابة هذه الدرجة كم تكون وكم مقامها. بلا شك الصلاة أفضل من الصيام، ولكن هذه المرتبة معروفة درجتها، أما الصيام غير معروف. ولذلك الله عز وجل جعله إلى نفسه، أضافه إلى نفسه، فقال: الصوم لي وأنا أجزي به. إذا كان الصوم بهذه المرتبة من المكانة ومن الأجر والثواب، فإذن هو نعمة كبرى. أيضا من أعجب ما سمعت وقرأت في فضل الصيام قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار 70 خريفا. خريفا يعني الخريف مقصود به السنة، فمن صام يوما واحدا يبعد الله عز وجل عنه النار 70 سنة. وفي رمضان الله عز وجل يغلق أبواب النيران ويفتح أبواب الجنان
ويصفد الشياطين إكراما لهذا الشهر ورحمة بالمؤمنين. إذن حظي هذا الشهر بنعمة كبيرة وفرصة ثمينة جدا، ليقال لباقي الخير أقبل، ولباغي الشر أقصر. يقال لباغي الخير أقبل، ويقال لباغي الشر أقصر. فانظروا كيف يا إخواني جمع الله عز وجل هذا الفضل العظيم في هذا الشهر الكريم. وهناك آثار عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بعضها في درجة الحسن وبعضها في درجة الضعيف، تدل على أن الحسنة في رمضان مضاعفة عن بقية الأشهر. في رمضان خاصة 30 يوما هي مضاعفة. إذن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. هيأ الله عز وجل هذا الشهر الكريم بهذه الأجور والحسنات، وميزه تبارك وتعالى بميزات. من ميزات هذا الشهر أن عندك كل يوم دعوة مستجابة، عندك كل يوم دعوة مستجابة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم دعوة مستجابة عند فطره. للصائم دعوة مستجابة عند فطره. ودعوة مستجابة معناه أن أبواب السماوات السبع مفتحة تصل إلى الله عز وجل، يسمعها ويقبلها سبحانه وتعالى. فهذا شرف وهذه نعمة أن الدعاء مستجاب. فالمؤمن هنا الحقيقة أكد الله عز وجل على هذه النعمة أيضا، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. حتى التعبير تعبير عاطفي جميل، فإني قريب. لو أنت ناديت أحد فقال لك: يا أخي وينك؟ تقول: أنا قريب، أنا جنبك، أنا بجوارك، تحس أنه معك، حتى لو كان بينك وبينه آلاف المسافات والكيلومترات أو مليارات الكيلومترات. فكلمة إني قريب تشعرك بالأمن، تشعرك بالرحمة، تشعرك بالرغبة في الدعاء بشكل أكبر. فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. رمضان فرصة للدعاء. من فاته الدعاء في رمضان فقد فاته والله شيء كثير. إذن هذه نعمة. هل هي جاءت بسبيل الصدفة؟ لا، هي من الله سبحانه وتعالى مقدرة ورحمة بالمؤمنين. لأن المؤمنين إخواني في خلال 11 شهرا تصيبهم الغفلة. المسلمون تصيبهم الغفلة والبعد عن الله عز وجل، والفتن والمصائب كثيرة قد يحصل منها ضعف إيمان. فيأتي هذا الشهر الكريم ويعطي للناس فرصة حتى يعودوا إلى ربهم. تفتح الجنان، تغلق النيران، تصفد الشياطين، ويضاعف الله الحسنات. يا سلام، يا سلام على هذا الخير العظيم. فماذا نحن إذن فاعلون حينما ينعم الله عز وجل علينا إخواني بهذه النعم؟ ما موقفنا تجاه هذا الصوم؟ والله إنك تحزن أن كثيرا من الناس لا يصومون، وترك الصيام كبيرة من الكبائر. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله مؤلم أن الإنسان لا يصوم، يترك هذه العبادة العظيمة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام. صيام رمضان الركن الثالث، أي شيء يسقط أركانه يسقط. لذلك اختلف أهل العلم في تارك صوم شهر رمضان، والراجح أنه لا يكفر، ولكنها كبيرة من كبائر الذنوب. ومن أفطر في نهاية رمضان وهو يقدر على صيامه بغير عذر لم يقضه ولو صام الدهر كله. هذا كلام صحيح، لأن أجر الصيام
وأجر احترام الشهر لا يقضى أبدا، وإن كان يجب عليه أن يقضيه. من ترك شهر رمضان وجب عليه قضاءه ومع الكفارة، ولكن لا يستطيع أن يأتي بصيام شهر رمضان كما كان في شهر رمضان. من هنا كان قول علمائنا الكرام: من أفطر في نهاية رمضان بغير عذر لم يقضه ولو سام الدهر كله. نعود إلى حديثنا. إذن هذه نعمة يجب أن نعتقد أنها من الله سبحانه وتعالى، أعطانا الله إياها فلا نفرط فيها. نأتي للمرتبة الثانية. المرتبة الثانية من الشكر أن تثني بها على الله عز وجل. النعمة إذا آتاك الله سبحانه وتعالى تثني بها، فلذلك ربنا عز وجل يحب أن يحمد على نعمه، وبدأ كتابه العزيز بقوله: الحمد لله رب العالمين، أي الثناء الكامل والمدح الكامل لربنا سبحانه وتعالى. فنثني بهذه النعمة على الله عز وجل بلساننا كثيرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في بداية كلمتي أنه يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، وهذه البشارة في حد ذاتها هي اعتراف من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمة شهر رمضان المبارك، وفيها ومتضمن فيها الشكر لله عز وجل، الشكر لله تبارك وتعالى. فيحدث الإنسان بهذه النعمة ويقول: الحمد لله الذي بلغنا رمضان، ونسأله أن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يتقبله منا. ومن ضمن فضل هذا الشهر الكريم ليلة القدر التي تعدل عبادة 83 سنة، وهذه تأتي في أدلة المرتبة الأولى أنها من النعم التي تستوجب الشكر. فإذا كان الإنسان يثني على الله عز وجل طول حياته ما استطاع أن يؤدي الشكر الكامل، ولكن ربنا عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن علينا أن نثني على الله. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى في وسائل التواصل الاجتماعي نرى المسلمين يهنئون بعضهم بعضا بقدوم وحلول شهر رمضان المبارك. فهذه التهنئة هي الاعتراف والشكر والثناء على الله عز وجل، استشعارهم حينما يهنئون أنفسهم بهذا، بخلاف غيرهم من العلمانيين ومن قل ضعفهم، يعني من قل إيمانهم وضعف تعلقهم بالله عز وجل، لا يذكرون رمضان بشيء. بل ربما إخواني قالوا بأن شهر رمضان شهر المشقة وشهر الخسائر وشهر كذا وكذا، في حين أنه شهر الأرزاق كما جاء ذلك عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. لكنه والعياذ بالله الكافر والفاسق البعيد عن الله عز وجل لا يتمتع بصيام شهر رمضان المبارك، ويراه أنه شهر المشقة والتعب والعنت ولا يتلذذ به. من هذا هو لا يثني على الله عز وجل بقدوم هذا الشهر، وربما لا يهنئ غيره لأنه يتضايق من هذا الشهر. مشاهدينا الأكارم، بقيت معنا المرتبة الثالثة، فإلى بعد الفاصل سننتقل إليها إن شاء الله، ابقوا معنا. مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم، عدنا والعود أحمد. كنا نقول المرتبة الثالثة من مراتب الشكر هي العمل، وهي مرتبة أيضا لا تقل أهمية من المرتبتين السابقتين. فالعمل عنوان الشكر، ومن لا يعمل لا يشكر الله سبحانه وتعالى،
لذلك هذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم أيام البيض، وكان يرى صلى الله عليه وسلم في غير رمضان يصوم حتى يقولون أنه لا يفطر، وكان يفطر صلى الله عليه وسلم حتى يقال لا يصوم. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم شهر رمضان ويعتكف في العشر الأوائل فيه، والاعتكاف هو لزوم المسجد من أجل العبادة. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواسط، ثم كان يعتكف أيضا 20 يوما، ثم استقر حاله قبل وفاته صلى الله عليه وسلم في السنوات الأخيرة من حياته يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وهو الذي أوصى صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق في رمضان، حيث قال: وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وكان عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم مهتما جدا بدراسة القرآن الكريم، وكان يدارس القرآن كل عام مع جبريل عليه السلام. وكان صلى الله عليه وسلم قد دارس جبريل مرتين في السنة التي توفاه الله عز وجل بها. إذن هذا كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان. وكان يقوم الليل، كان يقوم طويلا صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه، وكان لا يزيد على 11 ركعة. ولا شك أن هذا هو الأفضل. العدد المساجد التي تصلي 11 ركعة أصابت السنة، والمساجد التي تزيد على 11 ركعة أصابت الجواز يجوز أن تزيد لا حرج. لكن السنة، إحياء السنة، أجره لا يعلم قدره إلا الله. هذه الأعمال التي قام بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تدل على شكر النعمة، وهذا معنى قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. داود وسليمان آتاهم الله عز وجل فضلا عظيما، واختارهم الله سبحانه وتعالى، داود وسليمان. سليمان ابن داود، وكلاهما نبيان عظيمان. الله، حينما يكون ابنك نبيا أو يكون ابنك شيخا عالما تقيا ورعا، هذه نعمة من نعم الله، نسأل الله من فضله. فقال الله عز وجل لداود: اعملوا آل داود شكرا، ويشمل كلمة آل سليمان عليه السلام. انظروا إخواني كيف كان يصوم داود عليه السلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما. لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أنه يطيق الصيام أكثر مما هو حاله الآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم الاثنين والخميس. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له: صم 3 أيام. قال: فإني أطيق أكثر من ذلك. فقال له: صم يوما وأفطر يوما. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، فصيام يوم وإفطار يوم صيام داود عليه السلام.
انظروا مع هذه القوة في العبادة، واذكر عبدنا داود ذي الأيدي إنه أواب. ذو الأيدي يعني ذو القوة في العبادة، أثنى الله عز وجل عليه، وكان يقوم أكثر الليل نبي الله داود عليه السلام، وكان يسبح الله عز وجل ليلا ونهارا، وتسبح السماوات وتسبح الطيور والجبال معه، كما ذكر ذلك ربنا عز وجل. من حسن تسبيحه ومن حسن تأثيره حتى الجمادات تسبح مع داود عليه السلام. ومع ذلك ربنا عز وجل يقول: اعملوا آل داود شكرا. يا سلام! بلا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر شكرا، أكثر عبادة، أكثر قربا إلى الله عز وجل. فنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو خليل الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. فإذا كان الله عز وجل قد اتخذ إبراهيم خليلا، والله يعني يختار من يشاء في الخلة، قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. يا سلام! هنيئا لنبي الله إبراهيم هذه المرتبة الكبرى. يا سلام! وكذلك هنيئا لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه كذلك هو خليل الرحمن، والخلة هي أعلى درجات المحبة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا شكورا، كما قال لعائشة رضي الله عنها حينما قالت: يا رسول الله، أتقوم حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو من الشاكرين صلى الله عليه وسلم. فلما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، فهي أيضا اعملوا آل محمد شكرا أيضا. وكذلك على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقوم بواجب الشكر لله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى في آيات الصيام قال: ولعلكم تشكرون. قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولعل كما يقول مشايخنا وأئمتنا في القرآن الكريم واجبة، بمعنى أنكم إذا قمتم بالصيام قدر استطاعتكم فقد أديتم الشكر لربكم، أديتم الشكر لربكم. فعلينا أن نقوم بواجب الصيام. إخواني وأخواتي مشاهدي قناة سلام، لا يمكن للإنسان أن يتحقق له الصيام الكامل الذي يحبه الله ويرضاه حتى يتعلم كيف يصوم، هناك أحكام الصيام، هناك آداب الصيام، هناك مستحبات الصيام، هناك أعمال كثيرة للصيام حتى فعلا يقوم الإنسان بصيام كما يحبه الله ويرضاه. عليه أن يتعلم أحكام الصيام. ولا يمكن أن تتعلم أحكام الصيام حتى تعرف كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحج: خذوا عني مناسككم، وإذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، كذلك علينا أن نتعلم الصيام منه، فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم: صوموا كما رأيتموني أصوم. هكذا في حاله، على حاله صلى الله عليه وسلم، كما يقولون مقال الحال أبلغ من مقال المقال، أو كما يقولون. فصوم النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يتعلمه. الآيات الكريمات التي وردت في القرآن الكريم أجملت لنا الصوم. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث هو الجماع. الرفث كلمة تقولها العرب
للأشياء التي يستحيا ذكرها أو يستقبح ذكرها فتعبر بالرفث. وهنا يعلمنا ربنا الحياء في ذكر ما يتعلق بين الرجل والمرأة، أنه من الأمور التي يستحيا بين الرجل بين الزوج وزوجته عفوا. فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا حصل الإنسان أنه واقع امرأته في نهاية رمضان فماذا حكمه؟ هذا يجب علينا أن نتعلمه إخواني وأخواتي. إذا واقع الإنسان في نهاية رمضان زوجته، وما حكم مواقعتها وهي كارهة؟ هل إذا واقعها وهي كارهة رافضة ولكنه هددها بالطلاق ما حكم ذلك إخواني؟ هذا كله يحتاج إلى علم. ما كفارة؟ هل هناك أولا كفارة؟ وما كفارة ذلك؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. شوف التعبير بكيف تختانون أنفسكم، يعني الإنسان إذا وقع في الحرام هو يظلم نفسه ولا يضر الله شيئا، هو يخون نفسه ولا يخون الله عز وجل. ومن أفطر في نهاية رمضان وهو صحيح مقيم بلا عذر فقد خان نفسه وقد ضر نفسه ولا يضر الله عز وجل شيئا. الله سبحانه وتعالى يا إخواني ويا أخواتي غني عنا وعن عبادتنا، سبحانه وتعالى هو الغني، يملك السماوات السبع والأراضين ويملك الملايين بل المليارات، بل لا حصر لهم ولا عدد من الملائكة التي تسبح الله بحمده ليلا ونهارا لا ينامون ولا يستريحون وليس لهم أي تعب ولا عنة بل يتلذذون بذكر الله عز وجل. هذا هو ربنا غني عن عبادتنا، لكن نحن نفتقر أن نعبده سبحانه وتعالى. نحن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلما تقرأ قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، المقصود هنا أن بعض الصحابة كانوا يقعون في المخالفات الشرعية لطول الصيام، لأن الصيام كان من العشاء إلى العشاء، فإذا نام أحدهم ثم قام في وسط الليل لم يجوز له أن يأكل شيئا. وقد حدث من بعضهم مخالفات نزلت هذه الآية تبين وتوضح علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ولكن ربنا عز وجل رحيم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، لعل هذا يكون فيه دليل أيضا لمن يحرص على الولد وعلى طمث حتى يحصل في فترة الطمث، يعني ما بعد فترة الطمث عفوا الحمل، لمن تريد حملا أن تحرص أن يكون هناك لقاء مع الزوج في ليالي رمضان، لأننا نرجو من الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية الكريمة أنها تدل على الولد. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وقد كتب الله لنا الولد، كتب الله عز وجل لنا الولد، فكونه يقول ربنا عز وجل فالآن أي في ليالي رمضان، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه ما معنى الخيط الأبيض وما معنى الخيط الأسود؟ نحتاج أننا فعلا ندرسه ونتعلم في كتب الفقه. وثم أتموا الصيام إلى الليل، ما المقصود بالليل هنا؟ هل هو دخول الليل والظلمة أم يكفي أن يكون وقت المغرب؟ وكيف إذا من أفطر قبل المغرب وهو يظن أنه قد دخل ما حكمه؟ وكيف من أكل قبل طلوع الفجر ومن أكل بعد طلوع الفجر وهو يظن أنه لم يدخل الفجر بعد؟
كل هذه أحكام تتطلب إخواني أن يتعلمها الإنسان، وأن يتفقه في دين الله حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، ثم يحصل على هذا الفضل العظيم. مشاهدي الأكارم، الصيام نعمة كبيرة، والموفق من وفقه الله لأن يصوم كما أمره الله عز وجل. فاحرصوا على أن تصوموا كما أمر الله، واحرصوا على أن تشكروا الله سبحانه وتعالى بألسنتكم وبقلوبكم، وتعملوا بأعمالكم الأعمال الصالحة في شهر رمضان حتى تكونوا من الشاكرين. ومن كان من الشاكرين فإنه يكون مرتبته عالية عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه، وأن يتقبله منا، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على المسارعة والمسابقة في الخيرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.